السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة مفيش حاجة اسمها اكتب لي يا دكتور روشتة الكسل. كل مرض ليه أسبابه، كل مرض ليه علاجه. حتى الحاجة الواحدة، يعني مثلا مفيش حاجة اسمها روشتة نزلة معوية. أصلا النزلة المعوية أسبابها كتير جدا. أهم حاجة تهمني في النزلة المعوية إن الطفل بتاعي ما يدخلش في جفاف. طيب علشان أحافظ على طفلي إنه ما يدخلش في جفاف، يبقى بسرعة أول ما تحصل إسهال مع ترجيع بسرعة أبتدي محلول الجفاف، ده رقم واحد. على ما اتوجه لاقرب دكتور ليا او اقرب مستشفى ينقذ لي الطفل ويشوف سبب الحاله ايه علشان يعالجها صح. محاليل الجفاف كتير في السوق، انا ممكن اخد محلول جفاف من الجاهز زي البيديالايت وزي السولتي لايت وزي البورتالينو، انواع كتير جدا يمكن ذكرناها كتير على الجروب. بيتاخد 5 سم كل نص ساعه، كل ربع ساعه، كل ساعه، على حسب الحاله بتاعه الطفل. طب انا يعني كطفلي العادي اعمل له ايه في محلول الجفاف دوت، او حتى احلله اكياس زي الهيدروسيف او زي الاو ار اس العادي، كيس على 200 سم ميه اللي هي كوبايه الشاي، واخد منها 5 سم كل نص ساعه. دي جرعه مؤقته كده على بال ما تروحي للدكتور بتاعك. لكن مفيش حاجه اسمها روشته نزله معويه، مفيش حاجه اسمها اكتبي روشته للكحه. الكحه دي عرض مش مرض. يعني ايه يا جماعه؟ يعني المفروض ان انا بشوف سبب الكحه ايه وببتدي اعالجها. ده ممكن الكحه دي تبقى من اول شويه برد لحد لا قدر الله التهاب رئوي او حساسيه صدر. طب الكلام ده كله محتاج علاج معين. مفيش دواء كحه ثابت. مفيش حاجه اسمها انا هاخد دواء الكحه الفلاني لطفلي ده وطفلي الاكبر وطفلي الاصغر. كل نوع له علاج، كل حاله ليها علاج. حتى في ابسط الحاجات زي الحاجات الجلديه زي حمو النيل، احنا لما بنقول مثلا هات المرطب الفلاني زي الهايدرما او الهايبنتين زي حاجات زي كده لحمو النيل، فاحنا بنكتبها لحاجه تلطيف مؤقت للحاجات البسيطه. لكن مفيش حاجه اسمها حاله جديده طب خد بقى المضاد الحيوي، طب خد المرهم الفلاني، طب خد دواء الحساسيه الفلاني. ده كله ما ينفعش دون فحص الطفل. عشان كده انا طفلي لما يحصل له اي حاجه لازم اخد العلاج المناسب ليه، بس مفيش مانع ان انا انقذه، ان انا اديله الحاجات الاوليه زي تلطيف الجلد مثلا في حمو النيل بلوشن زي هايدرم او هايبنتين او الكلام ده الاستحمام. زي مثلا طفلي جاله اسهال بسرعه اديله محلول جفاف على ما اوصل للدكتور بتاعي. طفلي سخن لازم انقذه بخفض حراره. من ضمن الخرافات اللي ساعات بنشوفها للاسف لحد النهارده ان مثلا ده انا طفلي سخن، لا سيبوه سخن لحد ما الدكتور يشوفه عشان يشوفه على الطبيعه. مفيش حاجه اسمها كده. خفضي حراره الطفل الاول وبعد كده نتوجه للطبيب. الطبيب بقى يقول ايه اللي لازم بالنسبه للطفل ده. حالات بتبقى فيروسيه محتاجه فقط ان انا ادي مضاد فيروسات او حتى علاج للاعراض فقط من غير مضاد فيروسات. حالات تانية بتبقى بكتيريا محتاجه مضاد حيوي. كل حاله وليها علاج، وربنا يحفظ اولادنا من كل شر.